ها يا جماعة، ملخص النهاردة بيتكلم عن يون، بنت فقيرة بتحمل من أمير البلاد. هو بتكتشف إنها حامل بعدها في توأم. هو لما الأمير بيعرف بيبدأ يدور عليها. هو أول ما بتدخل قصر تاني بتتعرض لمحاولات قتل كتير. هو بتكتشف بعدها سر خطير عن عيلتها وأصلها. ويلا بينا نبدأ ملخصنا ونشوف اللي هيحصل معاها. بيبتدي ملخصنا مع يون اللي بتعمل فحص حمل في المستشفى. هو بتكون مستنية النتيجة بفارغ الصبر. هو لما بتظهر بتكتشف إنها حامل فعلا وفي توأم كمان. ورغم الصدمة إلا إنها بتفرح بيهم. وبتفتكر يون إن في يوم في شاب عمل معاها علاقة لما كانت بتشتغل في واحد من الفنادق، وهو ده اللي حملت منه. هو بنشوف في مكان تاني وصول الأمير لين أمير البلاد. هو بيستقبله ومساعده شو وبيهني الكل على رجوعه للبلد. هو بيعرفوا شو أول ما بيشوفوا إنها هتكون ليه مقابلة مع بنت من عيلة معروفة عشان يتجوزها، لكنه بيرفض. هو بيقول انه مش مهتم بالستات، بس شو بيعرفه ان امه هي اللي عايزة كده، لان البلد كلها مطلعة عليه اشاعات ان ملوش في الستات. فبيفتكر لين اليوم اللي كان فيه في الفندق وكان شارب ساعتها. هو كان قاعد في البول عشان يسيطر على حرارة جسمه. هو في الوقت ده من حظ يون الهباب خلاها تعدي من جنبه الساعة دي بالذات ولوحدها. فبيشدها معاه في المية. هو بيبدأ يعتدي عليها وهي بتقاوم لحد ما بيقولها انه هيتجوزها وهيبقى مسؤول عنها. فبتسيبه بعدها يكمل عادي. هو بيرجع لين للواقع مرة تانية. هو بيقول لشو انه لما كان في فندق من حوالي شهر ونص كده عمل علاقة مع بنت عايز يعرف هي مين ويجيب له عنوانها عشان ناوي يتجوزها. هو بيفرح شو زي الأهبل وبيبدأ يدور له على البنت. هو طبعا مش محتاجة اقول لكم انها يون. هو بنرجع لها مرة تانية وهو بنشوفها وهي ماشي. هو اول ما بتقرب من قريتها بتخبي الورقة بسرعة عشان محدش يعرف انها حملت من غير جواز. المهم ان يون بتلاقي استقبال تاريخي من كون مرات عمدة القرية. هو بتعرفها ان كل اهل القرية متجمعين عشان يشكروها لانها باعت محصول الخوخ بتاعهم اللي لولا افكارها في التسويق كان زمانهم في خبر كان. هو بتقول قدام الكل ان يون دي تربيتها، بس يون بتقول لها حسب عندك، انا تربيتي يان مرات ابويا اللي اتولد تربيتي بعد هروب امي وموت والدي، وهي الوحيدة اللي ليها الفضل عليا. وهو في عز الفرحة دي بنت كون بتوصل ومعاها ورق يثبت ان يون عملت سبوبة من ورا بيع الخوخ واخدت نسبة منه. وفي الوقت ده كل اهل القرية بيتهموها انها غشاشة ومستغل، وحتى انهم بيبدأوا يطالبوها بفلوسهم. وكون اللي كانت لسه بتقول عليها بنتها بدأت تحرض الناس عليها كمان، ويان الوحيدة اللي كانت بتدافع عنها. وفي الوقت ده ولسوء الحظ بيقع من يون تقرير الحمل. وبتشوفوا شي بنت كون اللي بتعرف الكل ان يون حامل من غير جواز. فبتقول كون وبصوت عالي وكمان حامل، وبتسخن اهل القرية عليها بزيادة لحد ما بيوصل عمدة القرية اللي بيسأل هو في ايه. هو مراته بتقول له كل اللي حصل. وطبعا مش بيعجبه وبيحكم ان يون تسدد الفلوس بس بطريقة تانية، وهي انها تتجوز ابنه. ومن المهر اللي هيدفعه تسدد فلوس اهل القرية ده لو دفع اصلا، بس الاول ينزلوا اللي في بطنها. هو كون وبنتها مش بيكدبوا خبر. هو بيتلموا على يون عشان يسقطوها، بس امها بتدافع عنها. بس المشكلة انهم برضو بيضربوها وبيبهدلوها خالص. اما لين بيعرف من شو مكان يون وانها حامل. هو العيلة لما بتعرف بتقوله يجيبها عشان يتجوزها. هو بيعرف كل المعلومات عنها، ولما بيعرف مكان قريتها بيطلب من شو يروح لبيتها. هو بنعرف ان خبر حملها انتشر على النت وبقت فضيحة. هو بنرجع تاني ليون اللي كانت بتحاول تدافع عن نفسها. ويان لما بتلاقي الكل على بنتها بتمسك عصاية وبتبتدي انها تحوش فيهم، بس بيوصل ابن كون السكران وبيسألها عن العروس. فبتشاور له على يون. هو بيجري عليها يشيلها عشان يروح يتجوزها غصب عنها طبعا. اما كون بتمسك يان وبتفضل تضربها على راسها لحد ما بيغمى عليها. وكل ده بسبب العقربة شي اللي بتكره يون وبتغير منها. هو بنشوفها بعدها وهما ملبسينها لبس العروسة بالعافية. هو يون مش عارفة تهرب وامها بتكون مربوطة. هو العريس المجنون ده بيكون حلف انه يسقطها قدام الناس كمان. هو محدش بيدافع عنها، لا بالعكس دول بيساعدوه. هو بيوصل بعدها واخيرا مجموعة من حراس الامير بهدايا المهر طبعا لبيت عمدة القرية. هو بتكون الهدايا دي عشان يون، الا انهم بيفهموا ان دي هدايا الفرح عشان جواز يون وكده. هو لما شيا شافت اللي حصل خافت ان يون تتجوز اخوها وتاخد الهدايا دي، عشان كده طلعت عليها اشاعة انها بتعمل علاقات كتير وخاينة للبلد كمان. فبيحكموا عليها بالجلد لحد الموت.
أما الأم بيربطوها في العمود. هو بالنسبة لأميرنا فكل ده هو لسه في الطريق. هو بنرجع ليون تاني اللي بيجلدها عمدة القرية قدام كل البلد، وأمها يا عيني لا حول ليها ولا قوة. هو بعد ما بيجلدها بيجي ابنه بخشب عشان يخلص على اللي في بطنها، هو كأن البلد دي مفيهاش قانون. هو لكن قبل ما يأذيها بيوصل أخيرا بطل، واللي طبعا بيحذره يقرب منها. هو بيديله في بطنه. هو بعدها بيطمن على يون اللي بتتعرف عليه، وبيقول لها آسف إني اتأخرت عليكي، بس هي بتطلب منه يساعد أمها. فبيأمر الحرس إنهم يفكوها. هو بياخد خنجر من الحرس. هو بيمسك ايد العريس وبيطعنه فيها لانها اتمدت على يون وكانت عايزة تخلص على ابنه. هو كمان بيخليه ما ينفعش للجواز مرة تانية. هو بيأمر الحرس انهم ياخدوا العيلة المفترية دي ويعملوا معاهم الصح زي ما اتعامل مع ابنهم. هو بتيجي يان تطمن على بنتها اللي بتعرف ان ده يبقى لين ابن الامبراطور وهو ابو اللي في بطنها، فبتترجاه يعني يتجوز بنتها. هو بيرد اميرنا انه ناوي يعمل كده من غير ما تطلب. هو فجأة بيغمى على يون وبيشيلها. هو بيوديها على قصر. هو بتفوق بعدها بيوم بتلاقي نفسها في قصر الامبراطور ولين جنبها. هو بيفرح اول ما بتفوق وبيسألها لو حاسة بأي تعب، فبتقوله انها بخير. ويان بتعرفها ان الامير فضل سهران جنبها طول الليل. هو بيطلب بعدها الخدم الخاص بيه وبيعرفهم ان يون بقت خطيبته وهتكون سيدة القصر بعد جوازهم. هو بيطلب منهم يعملوها زيه بالظبط. هو بيعرفها بعدها انه ورا شوية شغل عشان كده هيسيبها ترتاح ويروح للشغل. هو بتفضل يان معاه اللي بتقول لها ان الامير ده طلع حنين قوي وهيكون اب كويس لولادك. اما يون بتفرح لانها هتتجوز وهتحافظ على ولادها، لكنها بتكون خايفة من فرق الطبقات ورد فعل عيلته اللي اكيد هترفض جوازهم لان ابنهم امير وهي في الاخر مجرد بنت فلاح. وبنشوف تحت وصول الملكة اللي بتسأل ابنها عن يون، فبيقولها تهدي لانها بترتاح فوق. بتقعد الملكة معاه وبتعرفه انها دورت على اصل يون وعرفت انها يتيم ومرات ابوها هي اللي ربتها، وعشان يكون ليها مركز هي ناوية تديها اسم العيلة بعد الجواز. هو بتوصي عليها لما عرفت انها عاشت يتيم. هو بتطلع بعدها تشوف يون اللي اول ما بتشوفها هي ويان بيكونوا محرجين منها، بس الملكة بتكون ست محترمة. هو بتعرفهم انهم خلاص بقوا اهل ومالوش لازمة يتكتفوا كده قدام بعض. هو بتعرف يون انها تاخدها ويتسوقوا بكر عشان عارفة الحمل وهرموناته وتخليها ترفه عن نفسها شوية، فبتفرح يون بس برضه بتكون محرجة منها. وتاني يوم بتاخدها الملكة لأكبر مول في كياسين عشان تشتري لها كل اللي يلزمها. هو بتعرف يون انها تجيب لها لبس كتير، بس يون بتقول لها ان ده كتير ومالوش لازمة وانها يعني مش عايزة تكلفها. فبتوريها الملكة فيزا فيها فلوس كتير وبتكون كل مهمتهم انهم يصرفوا الفلوس اللي فيها وبس كده. المهم بتطلع بيها لمحل الملابس وبتنقلها فساتين كتيرة عشان ناوية تعمل حفلات ولازم تغير كتير طبعا أميرة بقى. وبتختار لها مجوهرات وشنط وجزم، يعني بتظبطها على الآخر. يا بخت اللي هيتجوز في عيلة زي دي. وبعد ما بيخلصوا بقى وبيخرجوا من المول بيلاقوا أسطول من العربيات مستنيهم بره. وبتتفاجئ يون وأمها من كمية الحرس، والملكة بتعرفهم إن كل دول في خدمتها وقت ما تحب تخرج من البيت. هو بتعرفها على السواق المخصوص ليها. ويون مش بتكون مستوعبة اللي بيحصل لسه بعد الفقر اللي كانت عايشة فيه. ازاي فجأة كده بقت غنية؟ هو مش أي غنى، لا، هو بياخدوا الحرس الشنط منهم وبيرجعوا للبيت. هو بيستقبلهم الأمير اللي بيسأل يون لو تعبت من الشوبينج وبتقوله أيوه يا رب التعب ده. المهم بعدها الراجل بيشيلها فورا وبيطلع بيها لفوق وبيعرفها ان في حفلة بالليل ولازم ترتاح دلوقتي. وبالليل بنشوفهم لابسين ورايحين الحفلة وبيشوفوهم 3 عقارب، اهمهم هي العقربة اللي بيكون اسمها جيا ودي تبقى قريبة الامير بتاعنا وعينها منه من زمان. ولما هي واصحابها بيشوفوا يون معاه طبعا بيتغاظوا والغيرة بتدب في قلبهم. هو بيقولوا لجيا بقى تسيب الفلاحة دي تاخده منك. هو بيسخنوها اكتر. وبعدها بتدخل يون الحفلة لوحدها لان الامير جاله اتصال والكل بيكون بيتكلم عليها وازاي فلاحة زيها تاخد امير زي لين. وطبعا الكل بيكون مستكتر عليها النعم. وبنشوف في الوقت ده ست اسمها جيو ودي تبقى مرات ابو جي وهي اللي ربت جي وبتعتبرها زي بنتها. ولما بتشوف بنتها متضايقة بتقول لها انا عارفة انك بتحبي لين بس الجواز اسمه ونصيب ولازم تعاملي يون كويس. وبتنصحها ما تعملش اي حاجة غلط لانه راجل مرتبط حاليا. بس جيا كانت محضرة مقلب ليون وبتسلط اصحابها يروحوا لها ويكبوا عليها العصير. قال ايه بالغلط؟ هو بيصمموا انهم ياخدوها الأوضة فوق عشان تغير هدومها. هو بيفضلوا يشدوا فيها غصب عنها وهي ما بتعرفش تقاومهم. في الوقت ده بيوصل أميرنا
هو بيدور عليها مش بيلاقيها، هو بيلاقي حلقها واقع منها، فبيفرض على طول حظر تجوال في الفندق. هو بينشر الحرس عشان يدوروا عليها، بس الاتنين اللي أخدوها بيكونوا حابسينها في أوضة فوق. وفضلت تحذرهم إن لين مش هيسكت، بس المشكلة إنهم كانوا حابسينها مع واحد عشان يحتدي عليها. هو بيحبسها غصب عنها عشان يعمل زي ما قالوله، ويون بتفضل تقاوم فيه وبتضربه. في الوقت ده كان أميرنا بيدور عليها في الأوضة، هو بيسمع صوتها وهي بتصرخ، وفي الوقت ده كانت لسه هتخلص عليه بالفاظة، لكن بيوصل لين اللي بيسحبه. هو بيقوله انت مش عارف دي تبقى مرات مين؟ فبيقوله محدش قالي. خلاص هقولك انا. هو بيغرس في ايده خنجر، هو بيقول ليون تبص كويس لان ده مصير اي حد يحاول يقرب منها. هو بيديها الخنجر عشان تطعن، هو بيشجعها تاخد حقها منه. هو فعلا بتعمل كده بس بتكون خايفة جدا. هو لين بيقول لها اي حد يقرب منك ما تتردديش انك تقتليه، وما تخافيش انا هتحمل المسؤولية بدال. هو بيجيب بعدها البنتين اللي حبسوها وبيحطهم تحت رجلها، وبتمسك هي السكينة وبتهددهم بالقتل لو ما قالوش مين اللي حرضهم يعملوا كده، ولكنهم بينكروا وبيقولوا ان هي اللي راحت الأوضة لوحدها. بس لين مش بيصدق وبيهددهم لو ما قالوش هيكون مصيرهم الموت. فبيعرفوه ان جات لهم مكالمة من شخص غريب هو اللي طلب منهم يعملوا كده، ولما بيرجع يرن على الرقم بيديله مغلق، فبيأمر بنفيهم لليابان. هو بيمنعهم يدخلوا الصين مرة تانية عقابا ليهم على اللي عملوه، وده طبعا بعد تجريدهم من ثروتهم وأسامي عيلتهم. هو بتوصل الملكة والملك اللي بيطمنوا على يون، هو بتتأسف لهم على اللي حصل، بس الملكة بتقول لها إن هي اللي أسفة لأنها ما كانتش موجودة عشان تحميها، وعشان كده هتعين لها 2 حرس بنات يرافقوها في كل مكان. وبعدها بيلبسوا يون فستان فرح عشان يقدموها للناس، وبتلاحظ البنت اللي بتلبسها إن على كتفها وحم على شكل هلال، فبتعرفها إن الوحمة دي عندها من ساعة ما اتولدت. بتنزل بعدها يون مع الأمير اللي بيعلن للكل إنها بقت خطيبته، واللي يعاديها يبقى بيعاديه. وجيا القهرة بتنزل في بطنها من كلامه ده، وبتطلب من جيهو إنها تغير رأي لين عشان يسيب يون ويتجوزها هي، ولكنها بترفض. وبتقول لها خلاص بقى اقبلي بالأمر الواقع. وبتفتكر جيهو إن كان ليها بنت على كتفها وحمة على شكل هلال زي اللي عندها، ولكنها ماتت بعد الولادة على طول، ولو كانت عاشت كانت هتبقى قد يون دلوقت. بتوصل بعد كده ست غريبة بتكون جيا هي اللي اتصلت عليها، واللي بتدعي إنها أم يون، وبتقول لهم إن الجوازة دي لازم تتلغي. بس يون أصلا بتقول إن أنا مش عارفة الست دي وإنها أصلا مش أمي، هو ملهاش حق تيجي تبوظ الفرح. بس الأم المزيفة دي بتقول لها إنها سابتها زمان لما كانت مريضة، ولما خفت رجعت تاني. بس الملكة ويان ما كانوش مصدقينها. هو بيطلب الأمير من شو يعرف له من الست دي، هو بتدعي الست دي إن يون مخطوب لشاب من قريتهم ولازم تتجوزه. بس يان بتقول لها إن الأم الحقيقية بتدور على سعادة بنتها مش زيها عايزة تبعدها عن اللي بتحبه وعن سعادتها. هو في وسط الحوار ده بقى بتشوف جيو الوحم اللي في ظهر يون. هو بتقول للأم المزيفة تستنى لأن دي مش بنتها زي ما هي بتقول، إنما بنتها هي، لأن عندهم نفس الوحمة. وفي الوقت ده بقى الحراس بياخدوا الست دي بره، ويون بتسأل جيو لو كلامها صح، بتقول لها أيوه وإنها ما تخلتش عنها، إنما الممرضين قالوا لها إنها ماتت بعد الولادة، وهم اللي عرفوها كمان موضوع الوحم. يون ما بتكونش مصدقة اللي بيحصل وإنها لقت أمها الحقيقية وكمان تبقى من العيلة المالكة. والحقيقة إن جي هي السبب إن يون تضيع، لأن هي اللي حرضت أبوها اللي اتجوز جي وبعد وفاة أمها على قتل يون عشان تبقى هي الوريثة الوحيدة للعيلة. بس هو ساعتها ما قتلهاش إنما رماها في أرض زراعية، ولقاها ساعتها مزارع فأخدها ورباها. المهم إن شمل العيلة بيتلموا مرة تانية، وجيا كل ما تحاول تبعد يون القدر يقربها أكتر من مصيرها. وتاني يوم بقى بتصحى يون في بيت أمها اللي كانت قاعدة تتأمل فيها، ويون بتقول لها أنا حاسة إني في حلم، فجأة أتجوز أمير وبعدها ألاقي أمي. بس جيو بتطمنها وبتقول لها إن ده مش حلم إنما حقيقة وهتكمل على خير. هو بعد الغدا بقى يون بتشوف أوضة بيكون فيها لعب كتيرة، فبتدخلها وبتعرفها أمها إن دي كانت أوضتها، وكانت كل سنة تجيب لها هدية عشان كانت حاسة إنها لسه عايشة. فبتدمع يون وبتشكرها لأنها كانت بتفكر فيها حتى لما قالوا لها إنها ماتت. وبالليل بقى بتكون يون في بيتها مع الأمير اللي بيطلع يقف معاها في البلكون وبيسألها سرحانة في إيه، فبتعرفه إنها خايفة من التغيير ده اللي حصل فجأة لحسن يتقلب عليها. بس هو بيطمنها إنها هتكون بخير وهو هيفضل يحميها دايما. وبعدها بيقدم لها هدية واللي بتكون قلب أزرق من الماس واشتراه مخصوص ليها لأنه شافها بتتفرج عليه أكتر من مرة. هو بعدها بقى بياخدها جوه، هو بيعمل لها مساج على بطنها
عشان وقت الولادة تبقى سهلة. ولما بتصحى تاني يوم بتلاقي فطارها جاهز، ولكن الأمير ما بيكونش في الأوضة وبتعرف إنه خرج. ولما بتفتكر اهتمامه بيها امبارح بتكون مبسوطة. وفي بيت جيو بقى بتكلم المحامي عشان يغير وصيتها وتنقل أملاكها لبنتها يون، ولكن بتسمعهم جي اللي بتتعصب. وبتعرف إن جيو ناوية تاخد منها كل العز اللي عايشة فيه وتديه ليون. وبتوصل يون للبيت وبتسأل جيا بتعمل إيه، فبتسمعها جيو اللي بتطلب من المحامي يعمل اللي قالت له عليه. وبتطلع بعدها تقابل بنتها وبتتجاهل جيا تماما اللي بتحس بالغيرة أكتر، وبتقرر إنها تقلب الترابيزة على الكل. وبتطلب من المحامي يتكلموا سوا شوية. بيطلعوا بعدها يقعدوا في الجنينة، وجيو بتعرف يون إن عيد ميلادها بكرة وعايزاها تحضره عشان ناوية تعلن وصيتها بنقل كل أملاكها ليها. بس جيو ما قالت لهاش كده لأنها ناوية تعملها لها مفاجأة بكرة. وتاني يوم بقى في الحفل بيكون الكل مستني بنت جيو، والكل خلاص بقى متجاهل جي اللي حست إنها بقت مجرد خيال ومبقاش حد مهتم بيها. هو بيوصل الأمير مع يون للحفل وبتقابلهم جي اللي بتسأل يون لو ناوية ترقص رقصة افتتاحية كالعادة يعني في عيد الميلاد. هو بيمسك أميرنا إيديون وبياخدها وبيرقصوا سوا، ورقصتهم طبعا بتعجب الكل وبينبهروا بيها، وده خلى جيا هتموت أكتر من غيظها. بتطلع بعد كده جي وترحب بالحضور وبتعلن للكل إنها لقت بنتها أخيرا وناوية تملكها 70% من أسهم شركتها، يعني الإدارة هتكون ليها وكمان هتنقل ملكية حاجات تانية كتير. هو بتطلب من يون تطلع لها على المسرح عشان تسلم على الحضور، وبعد ما بتقف معاها وبعدها بيوصل المحامي وبيقول إن يون مش بنت جيو لأنه عمل لها تحليل وطلع إنها مش بنتها. وجيو يا عيني من الحزن والصدمة بتقع مغمى عليها لأنها خلاص ما كانت صدقت لقيتها. ويون بتحاول تفوقها، وفي الوقت ده النجفة كانت هتقع فوقيها، وكل ده بيكون من تخطيط جي. ولكن الأمير بيطلع يجري عليها عشان يحميها، بس اللي كان مقصود هو المحامي اللي بتقع فوق راسه وبيموت بعدها. وبينقلوا جيو على المستشفى، ويون بتترجى الأمير ياخدها عندها عشان تطمن عليها. وبنشوف الاتنين مستنيين خروجها من العمليات، بس لين بيكون كل همه يأكل يون اللي كانت رافضة الأكل من قلقها على جيو عشان اللي في بطنها ملوش ذنب في اللي بيحصل ده. وأخيرا بتقتنع وبتاكل. ولما جيا بتوصل وبتشوف الدلع ده بتولع أكتر طبعا، وبتتهم يون إن هي السبب في اللي حصل لجيو لأنها خدعتها. بس يون بتعرفها إنها ما خدعتش حد، وجيو اللي قالت بنفسها إن بنتها. وهنا جيا بتطول لسانها عليها وبتقول لها أنت ما تستحقيش تبقي من عيلتنا لأنك فقيرة ورخيصة، لأنك حملتي من غير جواز. وكانت لسه كمان ناوية تضربها، بس الأمير بيمسك إيدها وبيقول لها حسبي أنت بتكلمي الملكة المستقبلية للبلاد. هو بيحذرها تطول لسانها تاني وإلا هيقطعه لها. فبيطلع بعدها الدكتور وبيعرفوا إن جيو تخطت مرحلة الخطر بس لسه محتاجة للراحة. هو الظاهر كده إن الخبر ده ما عجبش جي اللي مشت وسابت المستشفى، وبتستغرب يون من رد فعلها لأنها المفروض تكون خايفة عليها باعتبار يعني إن هي الست اللي ربتها. وبعدها بقى بيرجع الأمير ويون للبيت وبينيمها على السرير وبيقول لها ترتاح لأن النهاردة كان يوم طويل وصعب عليها. وبيروح عشان يعمل اتصال وبيكون شو اللي بيعرفه اللي وصله في التحقيق وإن كل اللي حصل ده كان متخطط له وكاميرات المراقبة حد عطلها، ولكنهم لقوا فردة حلق وبيبعت له صورتها. وبيفتكر الأمير إن جيا كان ناقص من ودنها فردة حلق، فبيأمر شو يستمر في التحقيق ويحط عينه على جيا. وتاني يوم بقى بيروح الاتنين يطمنوا على جيو اللي فاقت أخيرا. هو فرحت لأنهم أول ناس يزوروها وسألت على جي، بس الأمير بيعرفها إنها ما جاتش تزورها، وعرفها كمان إن كل اللي حصل ده كان متخطط له. هو بيقول لها تاخد حرصها من جي. وهنا بتفتكر إن جيا سمعتهم يوم نقل الوصية ويمكن كل اللي حصل ده وموت المحامي كان بسببها. هو بترجع تشكر يون على وقفتها جنبها رغم إنها عرفت إنها مش بنتها. لكن شو بيدخل لهم في الوقت ده وبيكون معاه تحليل اللي يثبت إن يون بنت جيو، واللي بتطير من الفرح وما بتكونش مصدقة. هو بتقول إن إحساس الأم كان دايما بيقولها إنها بنتها فعلا. هو بتكون جيا مراقبة من بعيد وبتتفرج على المشهد العاطفي ده وبتتضايق أكتر لدرجة إنها بترمي الأكل اللي كان معاها في الزبالة وبتمشي. وبعدها بفترة بقى بنشوف يون والأمير وهما بيتمشوا مع جيو بعد ما حالتها اتحسنت شوية، وهي بتكون فرحانة بيهم بس مش عارفة لحد دلوقتي جيا ما جاتش ولا مرة عشان تطمن عليها ودي تعتبر بنتها. لكن الأمير بيقولها إنها مش لازم تثق في جيا لأن ليها علاقة بحادثة موت المحامي، وكمان عرفوا إن عيلته سابت البلد قبل الحفلة بيوم
يوم وشكلهم كده اتعرضوا للتهديد، عشان كده بيحذرها تاخد بالها منها. بس جيو بتطلب منه ما يتكلمش مع جيا إلا لما هي تقابلها وتعرف منها الحقيقة. بيسيبوها بعدها عشان يجيبوا لها أكل، وهي بتتصل على جيا عشان تيجي تقابلها، بس بتتفاجئ بيها عندها وبتقول لها وفر اتصالك. وطبعا جيا بتفرح لما بتشوفها، وده عكس إحساس جيا اللي بتكون مش طايقاها. وبتسألها جيو عن سبب عدم سؤالها عليها طول الوقت ده، فبترد عليها وبتقول لها إنها لقت بنت جديدة ونسيتها عشان كده سابتهم سوا. بس جيو بتنفي اتهامها ده، لكن جيا بتعرفها إن هي عرفت بموضوع تغيير الوصية وقررت إن يون تاخد كل الورث ليها. فبترد جيا وبتقولها إن ده ما حصلش، ولكن هي كانت عايزة تعوض بنتها ولو شوية، وفي نفس الوقت هي سايبالها فلوس كتير تعيشها في نفس مستواها الحالي وأحسن كمان. وهنا جيا بتقولها إن يون تستحق الموت، وبتحترف لها إن هي اللي رمتها زمان. فبتضربها جيو بالقلم وبتقولها إنها معرفتش تربيها. بتتعصب جيا من اللي حصل وبتخدر جيو، وهي بتقولها انت اللي عملتي كده. وبيقع منها التليفون، ولما بيرجع الأمير ومعاه يون مش بيلاقوها، وبيلاقي تليفونها اللي بيجي عليه اتصال من جيو اللي بتعرف يون مكان جيو ولو عايزاها تيجي تقابلها لكن لوحدها. والأمير طبعا بيكون رافض، بس يون بتحط معاه خطة عشان يحافظوا على حياة جيو. هو بنشوف جيو بقى اللي كانت متكتفة في المخزن، وجيا بتهددها بالسلاح، وبتوصل يون عندهم وبتحاول تهدي جيا اللي بتطلب منها تتنازل عن كل ممتلكاتها مقابل حياة جيو اللي كانت طبعا بتشاور لها ترفض، وكمان بتطلب منها تتنازل لها عن الأمير. وكانت جيو متأكدة إن جيا هتحاول تقتل يون. هو بيوصل الأمير في الوقت ده اللي بيوقف يون، وبيقول لجيا إنه مستعد يقدم حياته بدل يون لو تحب، بس بتتضايق جيا منه وبتقوله ازاي يضحي عشان واحدة فلاحة زي دي. هو المفروض يون ما تكونش من العيلة وهي اللي تستحقه، لأنها عملت كل حاجة عشان يحبها، هو برضه عمره ما خد باله منها وراح يتجوز واحدة غيرها. هو بتقول لهم إنها تخلص على يون لأنها أصل المشاكل دي كلها، بس قبل ما تقرب منها بيضربها الأمير رصاصة في كتفها وبتهرب جيو منها. بس لما بتشوفها متصابة مش بتتحمل وبتقع مغمى عليها، وبينقلوها للمستشفى مرة تانية. هو بتكون للأسف جات لها جلطة، بس بيلحقوها، ويون كانت مستنياها بره، ولكن من خوفها عليها بتولد ولادة مبكرة، فبياخدها الأمير لأوضة الولادة وبيتصل على أهله اللي بيوصلوا أخيرا وبيعرفوا إن بقالها ساعتين جوه. وبعد شوية بيسمعوا صوت الطفل الأول وبعدها الطفل التاني، وبيطلعوا الدكاترة يطمنوهم على الحالة، ولكن الأمير بيسيب الأطفال وبيروح يطمن على أمهم وهو بيشكرها لأنها تعبت في ولادة أطفالهم. والرجالة دي طبعا موجودة في المسلسلات بس يا بنات. وتاني يوم بقى بترجع يون البيت ومعاها أطفالها، وبتكون حالتها اتحسنت شوية، وكمان جيو بتكون عدت معاها على خير وخرجت من المستشفى. وحاليا يان اللي بتهتم بيها لأنها على كرسي بعجل، وده بسبب إنها ما ينفعش تعمل مجهود خالص لأن حالتها صعبة الفترة دي. هو بتتجمع العيلة وهي فرحانة بأحفادها، والأمير بيعرف جيو إن جيا اتقبض عليها لأنها تسببت في أكتر من جريمة من قتل وخطف. ويون بتتأسف لها لأنها لازم تتحبس، بس جيو بتقول لها إن دي غلطتها ولازم تتعاقب عليها لأنها معرفتش تربيها كويس. وبعد أسبوعين بنشوف العيلة وهي متجمعة على الغدا، وكل شوية حد يبعت لهم هدايا للأطفال، لدرجة إن يون قالت إن الهدايا دي ممكن تعيش ولادها أغنياء لمدة 10 سنين، وطبعا ده لأنها بتكون غالية جدا. وبعد الغدا الأمير بياخد يون عشان يتمشوا شوية بره. هو بنشوف إن المكان متجهز عشان يتقدم لها فيه، هو فعلا بيكون مجهز الخاتم، وبينزل على ركبته وبيطلب منها الجواز، وهي طبعا بتوافق. بس أميرنا بيقول لها إن كل حاجة جاهزة، يلا على مكتب الجواز عشان نطلع العقود حالا. وفعلا بيروح له المكتب وبيتجوزوا رسمي، وبيرجعوا يفرحوا العيلة. هو طبعا بيفرحوا لهم وبيقرروا يعملوا حفل زفاف. تاني يوم على طول هو بيعمل لهم حفل زفاف كبير وبيحضروه شخصيات مهمة من البلد. هو بيطلع الأمير ومعيون وبيأدوا مراسم الجواز، وبعدها بيلبسوا بعض الخواتم. ولحد هنا يا حلوين المسلسل بتاعنا خلص. لو عجبكم الملخص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.